السلام عليكم، شلونكم؟ بما انه اجواء الشتاء ونحتاج كليتة العصرية ويا الشاي او خفيفي او كيك، انا قررت اسوي خفيفي محشى بالحلقوم والتمر حسب رغبة البيت. خليت صحيح وياها مكونات الجافة كلها حتكون مكتوبة اسفل الفيديو بالتفصيل. خلطتها وخليت زبدة نص كيلو، تقدرون تخلون دهن او زبدة ودهن حسب رغبتكم. هالخطوة أو هالحركة اللي تشوفوها إنه فركتت الزبدة ويا الطحين، طولت بيها 5 دقايق. يلا خليت المي وبديت ألم بالعجينة، ألم بيها مو أعجنها زايد، يعني من راح أعجنها زايد راح تطلع لي الكليشة قطنية وأنا أريدها مقرمشة. في حال تحبوها الكليشة قطنية بغرقوا بالعجن، بس بالعادة إنه هي الكليشة لازم مقرمشة، لازم شوية تتفركت. المهم التشكيلة مثل ما تشوفون قدامكم، سويتها بالقالب أو بإيدكم. أنا أحب صراحة الأشكال اللي تكون بالإيد أحلى، أحسها ما أعرف، يعني أحس بيها مال أهل قبل. التمر حمسته بشوية زبدة وخليت عليه هيل سمسم محمص. الحلقوم مجرد بس كورته، في حال الحلقوم عندكم يكون قوي شوية عينوه شوية زيت وكورون. شوية الكليشة على درجة حرارة 180، يعني أحمل الفرن كلش وبعدين من أخلي الكليشة أنصيها على أقل الوسط على مود تستوي على راحتها. الملح دهنته بشوية بيض مخلوط نسكافيه أو فانيليا. هي أهم الملاحظات بالكليشة، أتمنى